بلونه الذهبي وعمره الممتد من القرن العاشر قبل الميلاد، ما زال هو الأجود والأشهر على مستوى العالم. العسل اليمني أو الذهب السائل ثروة اقتصادية ومنتج اقترن باليمن وتجاوز جغرافيتها ليصبح سفيرا لها وماركة مسجلة باسمها على مدى العصور. غزا السوق العالمية وأصبح هو الأشهر والأغلى ثمنا عالميا لما يتفرد به عن غيره من مميزات من حيث الجودة وقيمته الغذائية المتكاملة، بالإضافة إلى فوائده الطبية المتنوعة. ما الشيء الذي يجعل العسل اليمني أجود أنواع العسل في العالم؟ سؤال لطالما حير الكثيرين. في رحلتنا لهذا اليوم سنغوص في بحر مليء بالأسرار والألغاز لنكتشف معا كيف أصبح هذا السائل الذهبي رمزا للجودة والنقاء وعنوانا للإنسان اليمني أينما حل وارتحل. هذا عسل سدر عصيمي طبعا عالي الجودة، نسبة التغذية السكرية فيه 0، ويعتبر من أجود أنواع العسل السدر في العالم، لأنه محتفظ بمكوناته الرئيسية التي هي العسل، حبوب اللقاح، البروبوليس، غذاء الملكات، سم النحل، شمع النحل. كل هذه المكونات لا تجدها في الأعسال الأخرى لأنها أعسال مفصولة. مثلا تجد عسل لحاله، البروبوليس لحاله. العسل اليمني يشتمل هذه المكونات كلها، فأثرت في جودة العسل الدوائية. على الرغم من أن الطريقة التقليدية في إنتاج العسل قللت من كميات الإنتاج إلى حد كبير، إلا أنها في المقابل ساهمت في الحفاظ على العسل بكل مكوناته الطبيعية. ومع ذلك هذا لم يكن السر الوحيد وراء تميز العسل اليمني. فيه سر للعسل اليمني. هناك أعسال تسمى أعسال أحادية وأعسال متعددة. في اليمن نستطيع أن ننتج أكثر من 10 أنواع أعسال أحادية المصدر، يعني إنها من نبات معين. فإذا كان العسل من نبات معين فهو يحتوي على مركب دوائي فريد لكل نوع من أنواع العسل حسب المصدر النباتي. في ظل الأزمة التي يعيشها اليمن بسبب الحرب والحصار وانقطاع المرتبات لسنوات طوال، توجه الكثير من اليمنيين إلى تربية النحل كمصدر دخل لهم ولأسرهم، ليصبح العسل اليمني هو الأمل لهم ولأسرهم وسط الموت والخراب. أنا واثق بأنه طبعا الناس اهتموا كثير، وهناك الكثير من الناس توجهوا إلى عملية تربية النحل وإنتاج العسل. فأنا أتوقع بأنه الآن إنتاجنا لن يقل على 8,000 إلى 10,000 طن. في خضم رحلتنا لاكتشاف أسرار تميز العسل اليمني، وصلنا إلى أنه لا يمكن الحديث عنه في بضع كلمات أو جمل، بل ربما نحتاج إلى مجلدات لتوضيح ما يحمله من فوائد وخصائص فريدة جعلته الأفضل في العالم. من جبالها الشاهقة إلى وديانها الخضراء، ومن صحارها الهادئة إلى سواحلها الفاتنة، تتنوع الطبيعة في اليمن بتنوع فريد. هذا التنوع البيئي خلق بيئة مثالية للنحل، ما منح العسل اليمني نكهة استثنائية وجودة لا مثيل لها. في مختبر يمن أجريفيت تم تعريف حتى الآن 15 نوع من العسل اللي ممكن ينتجه النحال بشكل تجاري، زي عسل السمر وعسل السلام، عسل الأكاسيا بشكل عام اللي هي الطلحيات اللي تتمثل في عسل السمر والسلام والضبا والبكة. هذه فصيلة كبيرة يسموها الأكاشيا أو الأكاسيا، ولكن يظل عسل السدر اليمني هو العسل الأجود والأفخر عالميا. تنتج اليمن العديد من أنواع العسل المميزة، فمنها ما ينتج في الربيع مثل عسل السمر والسلام، ومنها ما ينتج في الصيف مثل عسل العسقة. أما في الشتاء فيتم إنتاج عسل السدر الذي يعد أجود أنواع العسل في العالم. رغم الجودة الاستثنائية للعسل اليمني وتنوع البيئة التي توفر له مصادر غنية ومتعددة،
إلا أن هذا القطاع يواجه اليوم العديد من التحديات التي تؤثر على استدامته وتوسعه. سنتناول اليوم أبرز هذه المخاطر التي تتزايد يوما بعد يوم. عندما يرشوا المزارع السمومات يتم قتل النحل، التحطيب، البرد المرتفع والحرارة المرتفعة. شجرة يوصل عمرها إلى 500-600 سنة ويجي أحد الناس يحضبها، وهذه الشجرة لها تاريخها وعوائدها على الناس يعني بالشيء الكثير والممتاز. العوامل الطبيعية كالبرد والحر والتحطيب الجائر ليست المشاكل الوحيدة التي تهدد النحل، إذ يكمن تهديد أكبر يتسلل خفية إلى حياتها، فالسموم والمبيدات التي تنتقل عبر الرياح وتغزو المسافات البعيدة تقتل النحل في لحظات وتسلب معها حياة الكثيرين ممن يقتاتون على بيع العسل. طبعا هو في قبل سنتين تقريبا في سنة 22 نفق الكثير من الخلايا، تقريبا الإحصائية اللي وصلتنا بحدود 2000 إلى 3000 خلية. كان ما سبق غيظ من فيض، لكن الخطر الأعظم يكمن في انتشار الغشاشين الذين يحاولون تشويه سمعة العسل اليمني. إحدى العينات اللي وصلتنا طبعا عسل طبيعي تم إضافة بعض المركبات الغير طبيعية، تلاحظ في هذا الفحص واضح جدا، ونستطيع أن نميز أي نوع من أنواع العسل عن طريق البصمة النباتية. هؤلاء الذين يلوثون صفاء هذا المنتج الفريد لا يدركون أنهم بذلك يشوهون إرثا عظيما ويدمرون بجشعهم ما بنته الأجيال المتعاقبة في محاولة منهم لتقويض مكانة العسل اليمني الذي كان وما يزال رمزا للجودة والنقاء. يتداول الكثيرون في اليمن وخارجه أن العسل اليمني أصبح يعاني من نسبة عالية من الغش، ما يثير تساؤلات حول مدى صحة هذه الادعاءات. فبينما يعتقد البعض أن الغش في العسل اليمني أصبح أمرا شائعا، ما زال الآخرون يتساءلون عن حجم هذه المشكلة. أنا لا أخفيك بأنه العسل اليمني بل والمنتجات اليمنية بشكل عام تعرضت لحملة ممنهجة هدفها التشويه والصيد في الماء العكر. الغش موجود في كل زمان ومكان وفي كل البلدان، فعملية الغش الموجودة في السوق تكاد تكون قليلة جدا، يعني لا يتعدى 1%. يتداول الناس في مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الطرق البدائية لفحص العسل في المنزل، والسؤال هنا: هل يمكن الاعتماد على هذه الطرق في تحديد جودة العسل أم أنها غير صحيحة؟ عن طريق الحرق بالنار، عن طريق الماء، كل هذه المعايير غير صحيحة ولا تمثل أي شيء من الصحة. الشيء الوحيد اللي نعتمد عليه في فحص غش العسل هو المختبر. وفي حين يسعى البعض لتشويه سمعة العسل اليمني، هناك من يقف في وجه هذا الزيف ليكشفه وينبش في أعماقه داخل المختبرات، محاربا الغش بكل قوته، وذلك باستخدام طرق علمية دقيقة تكشف أي تلاعب كان. معايير جديدة تم تطويرها لطرق الغش. طبعا احنا ما بنكشفهاش للناس على اساس انه ما نساعد في عملية الغش، بنخلي هذا الشيء حماية للعسل اليمني على اساس انه ما يتمادوش اي شخص بعملية الغش، وبالتالي اي غش نستطيع ان نحدده. تنتشر الكثير من الشائعات حول نسبة الغش في العسل اليمني، حيث يزعم البعض أنه لا يمكن إنتاج هذه الكميات الكبيرة من العسل، لكن هذه المعلومة غير صحيحة، إذ أن هناك أكثر من 100,000 نحال يمني يعملون بجد على إنتاج هذه الكمية الكبيرة. ومع ذلك يجب على المجتمع أن يكون حذرا في اختياراته، وأن يحرص على شراء العسل من مصادره الموثوقة.
في قلب اليمن حيث تتنفس الأرض العسل هناك رجال لا يكلون ولا يملون، يعملون بكل عزيمة وحب للحفاظ على نقاء هذا السائل الذهبي. جمعية النحالين اليمنيين تقف كدرع حام تحارب كل محاولات التشويه وتزرع الأمل في قلوب مربيي النحل. أرجو من إخواني في كل القرى وفي كل العزل في كل المديريات أنهم يحافظوا على الشجرة، فالشجرة هي الحياة. أما بالنسبة للدولة وإن كاد يكون يعني الآن دورها يعني غائبا، ولكن نتمنى من الجهات الرسمية أنها تقوم بدورها في حماية سمعة العسل اليمني من حيث التسويق له خارجيا، أيضا القيام بدورها في منع الاحتطاب، القيام بدورها في منع استيراد المبيدات الفتاكة. ومن جهة أخرى عملت يمن أجريفيت على إنشاء قاعدة بيانات لأشجار اليمن التي تنتج العسل، ومن خلالها تم عمل بصمة وراثية تساهم في تحديد مكان إنتاج العسل بدقة. أيضا كذلك طورنا في المقترح خلال 10 سنوات معايير للكشف الغش عن طريق المركبات الكيميائية اللي موجودة في العسل الصناعي أو العسل الطبيعي. فاليوم العسل اليمني ليس مجرد منتج، بل هو هوية وقصة تروى مع كل قطرة، وحكاية كفاح تكتبها أيادي النحالين وتوثقها خلايا النحل التي لا تتوقف عن العمل. فهو ليس أقل أهمية من الذهب، بل هو أحد المنتجات الاستراتيجية الخمس في اليمن. وفي النهاية يظل السؤال معلقا: هل سنحافظ على هذا الإرث كما حافظ عليه أجدادنا، أم سنتركه يضيع في زحام التحديات؟ الإجابة ليست في الكلمات بل في الأفعال، وفي كل يد تمتد لحماية هذه النعمة، وفي كل شجرة تزرع، وفي كل قطرة عسل تنتج بطهر الطبيعة ونقاء اليمن. شمس ربي أشرقت تقصد الزين، والنحل عانق زهور البساتين، يعشق النحال